في وسط عالم بيتغير بسرعة والخرائط الجغرافية والاستراتيجية بتتبدل كل يوم، مصر قررت إنها ما توقفش تتفرج. بدل ما تفضل في خانة رد الفعل، بدأت تتحرك بخطوات مدروسة تبني بيها قوتها وتجهز نفسها لأي تهديد ممكن يجي من أي اتجاه. من الشرق الغاز والمياه العميقة، من الجنوب الممرات الاستراتيجية، ومن الغرب حدود دايما ساخنة. ومن هنا بدأت فكرة الضربة الاستباقية تبقى مش رفاهية، دي ضرورة. في الفيديو ده هنحكي لك القصة من الأول، إزاي مصر بنت ذراعها الطويلة اللي تقدر توصل بيها في أي وقت لأي مكان من غير ما تبدأ حرب شاملة. هتفهم إزاي كل منظومة اتبنت بحساب، وإزاي الترتيبات على الأرض بتتكلم بصوت أعلى من أي خطاب. وهنشوف كمان إزاي التغيير ده ما كانش بس على مستوى السلاح، لكن كمان في طريقة التفكير والتخطيط وقيادة العمليات. بص كويس حواليك، شرق المتوسط بقى فيه غاز، جنوبك فيه باب المندب أهم شريان تجارة في العالم، وغربك حدود طويلة ودايما مولعة. في 20 يونيو 2020 الرئيس السيسي قالها بمنتهى الوضوح: سرت الجفرة خط أحمر، يعني إحنا مش هنستنى النار توصل للباب، إحنا اللي هنروح نطفيها عندهم قبل ما تولع. الكلام ده مش عنتريات، ده كلام اتنفذ حرفياً. في 2015 بعد جريمة ذبح 21 قبطي مصري على إيد داعش، الطيارات المصرية طلعت ونفذت ضربة جوية دقيقة جوه دارنا الليبية، واللي حصل كان رسالة قوية: مصر تقدر توصل وتوجع وتخرج من غير ما تسيب وراها حرب. والمعادلة دي مبنية على فهم عميق للتغيرات الإقليمية. لما الجغرافيا اتبدلت والسياسات اتغيرت، مصر قررت إنها تبقى فاعل مش مفعول بيه. حدود الغرب مش بس أرض صحراوية، دي ممر ممكن يستخدمه أي طرف خارجي علشان يدخل سلاح أو يمول ميليشيات. وباب المندب مش مجرد نقطة في الخريطة، ده شريان حياة اقتصادي بيمر فيه جزء كبير من تجارة العالم. وعلشان كده كان لازم القوى المصرية تتمدد وتبقى جاهزة دايما للتدخل، سواء في البحر أو على اليابسة. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. الذراع البحري. إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا. مصر عندها حملتين طائرات مروحيات من طراز مسترال، كل واحدة بطول حوالي 200 متر، فيها مستشفى داخلي وقادرة تشيل 16 مروحية و450 جندي، ومعاهم مراكب إنزال سريعة، يعني باختصار سفينة مستشفى وسفينة إنزال وسفينة هجوم في نفس الوقت، وتقدر توصل لحد باب العدو وتنزل فرقة كاملة في ساعات. البحرية المصرية بتمتلك 7 فرقاطات حديثة من طرازات مختلفة، أهمها فرقاطة فريم الفرنسية. الفرقاطات فريم وميكو. فريم اللي هي تحيا مصر فرنسية، والجلالة وبرنيس إيطاليين، بتضرب من على بعد 200 كيلومتر بصواريخ إكزوست، وعندها أنظمة دفاع جوي بتحمي نفسها واللي حواليها. الفريم مش مجرد قطعة هجومية، لكنها جزء من شبكة متكاملة تشتغل مع باقي القطع البحرية وتدي إنذار مبكر وتغطية نارية ضخمة في البحر. الميكو A200 الحديثة بتعزز القوة دي أكتر، مع رادارات متطورة وقدرة على العمل لفترات طويلة في أعالي البحار. الميكو بتفتح لمصر إمكانية تنفيذ عمليات مستمرة في البحر من غير ما تقطعها مشاكل الإمداد أو الصيانة، وبتدي كمان عمق استراتيجي للبحرية المصرية يخليها قادرة تشتبك مع أهدافها وتنسحب بأمان لو لازم الأمر. الغواصات 4 غواصات ألماني طيب 209 و1400 مع تسليح حديث، بتقفل مداخل حساسة زي باب المندب ومدخل قناة السويس، ومفيش خصم يقدر يتجاهل وجود الغواصات دي. الغواصة مش بس وسيلة دفاعية،
دي عنصر مفاجأة قاتل، لأنها بتشتغل في صمت وبتضرب من تحت المية. وجودها بيخلق قلق لأي قوة بحرية معادية، وكمان بتدي مصر ورقة ضغط مستمرة، لأنها تقدر تضرب سفن الدعم والتموين من غير سابق إنذار. الذراع الجوي. أول زبون تصدير للطائرة الفرنسية في 2015 24 طيارة، وبعدها في 2021 اشترينا 30 طيارة كمان. الرافال مش بس طيارة متقدمة، دي بتشيل صواريخ سكالب AG اللي يقدر يضرب هدف استراتيجي من مئات الكيلومترات بدقة رهيبة. الميزة التانية إنها بتقدر تشتغل في بيئات إلكترونية صعبة، يعني حتى لو في تشويش أو دفاعات جوية متقدمة تقدر تدخل وتضرب وتخرج، وده اللي بيخليها مناسبة جدا لفكرة ضربة استباقية سريعة. وكمان بتمتلك قدرة على القتال الجوي قريب المدى، وده بيخليها طيارة شاملة ومناسبة لكل السيناريوهات. F-16 أكتر من 200 طيارة، ولسه العصب الأساسي في المهام الجوية والاعتراضية، وتم تطوير عدد كبير منهم خلال آخر 5 سنين. استخدام F-16 في مهام متعددة بيخليها العمود الفقري لأي حملة جوية، خصوصاً في الضربات الكثيفة أو المهام الطويلة. ووجود عدد كبير منها بيسمح بتنفيذ عمليات متزامنة في أكتر من جبهة. الميج 29 46 طيارة تم استلامهم بالكامل، بتخدم في نفس العقيدة الهجومية وبتشتغل بذخائر روسية موجهة. الميج بتدي تنوع في مصادر التسلح، وبتفتح لمصر أبواب تعاون مع دول غير تقليدية. الطيارة دي مناسبة للمهام التكتيكية، وسرعتها العالية بتخليها صعبة الرصد في بعض الظروف. الأنظمة الداعمة. طائرات الإنذار المبكر AWACS زي هوك آي بتديك صورة كاملة للجو حواليك، وتخليك دايماً شايف وموجه المعركة. الإنذار المبكر مش رفاهية، ده هو اللي بيحدد مين اللي هيضرب الأول ومين اللي هيكسب المعركة من أول دقيقة، وبتخلي القوات الجوية بتشتغل في شبكة متكاملة وتتحرك بناءً على بيانات لحظية دقيقة. صواريخ كروز. الجزء ده حساس جداً ومش بيتم الإعلان عن تفاصيله، لكن اللي نعرفه إن مصر بتركز في صواريخ كروز جوالة تضرب أهداف بعيدة بدقة من غير ما تطلع بيانات أو تدخل في سباق صواريخ علني. ده بيدي مرونة كبيرة في استخدام القوة من غير ما تفتح باب التصعيد العلني أو تدخل في دوامة التوازن النووي. الميزة في الصواريخ دي إنها بتشتغل من منصات متعددة سواء جوية أو بحرية، وده بيزود فرص المفاجأة ويقلل فرص التصدي ليها، وبتخلق عند العدو حالة ارتباك دايم لأنه مش عارف الضربة هتيجي منين. سكالب AG موجود على طائرات الرافال، مدى كبير، دقة عالية، وده كفاية يحقق الردع. الصاروخ ده اتجرب في معارك حقيقية وحقق نتائج دقيقة جدا، وده معناه إن أي تهديد لبنية تحتية أو موقع استراتيجي حوالين مصر ممكن يتم التعامل معاه من غير أي اختراق للحدود. السكالب كمان بيشتغل بأنظمة توجيه متقدمة بتخليه يتفادى الدفاعات الجوية ويوصل لهدفه بدقة. وجوده في الترسانة المصرية بيقفل باب الابتزاز أو الضغط، لأنك تقدر ترد في أي وقت. القوات الخاصة. ال3 تسعات وال3 سبعات وحدات خاصة جدا شغلتها تنفيذ مهمات معقدة زي اختراق خلف خطوط العدو أو تحرير رهائن أو تهيئة المسرح قبل الضربة. دول بيشتغلوا بصمت، وأي عملية بيكون فيها النوع ده من التدخل بتكون محسوبة بالثانية، وكل فرد فيها مدرب تدريب خاص على أعلى مستوى. التجهيز البدني والنفسي مهم في النوع ده من المهام، ودي عناصر مصر اشتغلت عليها خلال ال10 سنين اللي فاتوا من خلال معسكرات مشتركة مع قوات أجنبية وتمارين شبه حقيقية. العناصر دي بتتعلم ازاي تشتغل في بيئات معادية من غير دعم وتعتمد على نفسها في اتخاذ القرار. الوحدات دي مش بتظهر في الإعلام، لكن وجودها بيغير موازين أي معركة، لأنها بتقدر توقف عملية كاملة أو تجهز الأرض قبل ما المعركة تبدأ. البنية التحتية. قاعدة برنيس اتفتحت في يناير 2020 على البحر الأحمر، ومكانها استراتيجي جدا جنب باب المندب، قناة السويس، خطوط طيران، مواني ومناطق تمركز. القاعدة دي مش مجرد مكان لركن الطيارات، دي نقطة انطلاق حقيقية لأي عملية ضخمة، وبتوفر دعم لوجستي مستمر. بناء القاعدة في مكان زي ده بيدي لمصر قدرة سريعة على الانتشار لأي تهديد في شرق أفريقيا أو حتى في المحيط الهندي. يعني في ظرف ساعات ممكن تكون في قوة عسكرية مصرية متحركة في منطقة النزاع. القاعدة كمان مجهزة بتجهيزات حديثة للطيران والبحرية، وده بيخليها نقطة ارتكاز رئيسية لأي عملية موسعة في الجنوب أو البحر الأحمر.
هل مصر هتشتري طيارات صينية؟ في كلام طلع عن الجي 10 سي أو حتى الجي 20، بس مفيش حاجة مؤكدة. في اهتمام وتمارين مشتركة، لكن لحد دلوقتي مفيش عقد رسمي. الاتجاه نحو الصين مش بس لأسباب سياسية، لكن كمان علشان التنوع في مصادر السلاح. الجي 20 لو دخلت فعلا هتبقى نقلة ضخمة، بس لغاية ما يبقى في إعلان رسمي كل الكلام يفضل تحت بند اهتمام محتمل. مصر بتتحرك بحذر، وده مفهوم، خصوصا في ظل تعقيدات العلاقات الدولية. وحتى لو مفيش تعاقد دلوقتي، فكرة الانفتاح على التصنيع العسكري الصيني معناها إن مصر مش بتراهن على طرف واحد، وبتبني قدرة أفضل على التفاوض مع كل الموردين. سيناريوهات حقيقية لاستخدام القوى الضاربة: شرق المتوسط وحقول الغاز، فرقاطات حديثة زائد غواصات زائد رافال بيساوي فقاعة ردع حوالين الحقول. الحقول دي مش بس مصدر دخل، لكنها رمز سيادة، وأي تهديد ليها حتى لو غير مباشر بيتم التعامل معاه بجدية شديدة. وبدل ما نستنى العدو يقرب، يتم استهداف مراكزه من البحر والجو قبل ما يوصل. القوة الجوية تشتغل مع البحرية في تنسيق كامل يضمن إن الضربة تكون سريعة ومؤثرة. باب المندب، المسترال زائد غواصات زائد قاعدة برنيس بيساوي قوة تدخل سريع واستطلاع وضرب تحت السطح. ووجود دائم للبحرية المصرية هناك بيدي ضمان إن أي حركة مريبة هتتراقب، ولو لازم الأمر هتترد فوراً. ليبيا، سرت، الجفرة، خط أحمر، والطيران المصري جاهز يتدخل في أي لحظة، ومعاه وحدات خاصة بتعرف تتحرك من غير ما تسيب أثر. واللي حصل في دارنا في 2015 هو الدليل العملي. الموقف ده بيتكرر في أي لحظة لو أي حد تجاوز الخطوط المرسومة، والرد مش هيبقى دفاعي، الرد هيكون عقابي وسريع. في النهاية، الزراعة الطويلة مش مجرد فكرة، دي واقع بيتنفذ، واستراتيجية بقت جزء من العقيدة العسكرية المصرية. بلدك بقت عندها قدرة على الردع وعلى المنع وعلى التدخل في الوقت الصح. لو شايف إن مصر ماشية في الاتجاه الصح أو عندك رأي مختلف، سيبه في الكومنتات، وافتكر دايماً إن الفهم هو أول خطوة للقوة، واللي يجهز نفسه النهاردة هو اللي هيقدر يحافظ على أمنه بكرة. انت مين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.